صوت الحكمة الحقيقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مؤخرا ولات كتبان واحد الظاهرة غريبة شوية في السوشيال ميديا. شي ناس كيشريو الحولي ديال العيد وكيكتبوا فوقو السمية ديال المرأة، ولا كتجي المرأة والراجل وتيكتبوا السمية ويتصوروا مع الحولي، ومن بعد يهبطوا التصاور والفيديوهات وكأن الأمر ولا عرض أو مناسبة ديال الاستعراض. السؤال هنا ماشي شكون كتب السمية ولا شكون تصور، السؤال الحقيقي هو فين مشات روح الشاعرة، وفين وصل بينا الهوس ديال الظهور. الأضحية عبادة فيها معنى عظيم، فيها التقرب لله، فيها الإحسان، فيها الفرحة، وفيها التوسعة على العائلة والمحتاجين. ولكن بعض الناس بلا ما يحسوا بداو يحولوا هاد الشاعرة المحتوى السوشيال ميديا. كل شيء ولا خاصو يتصور، الحولي خاصو يتصور، الثمن خاصو يتعرف، المرأة خاصها تبان، والتعليقات والإعجابات ولات أهم من المعنى الحقيقي ديال العيد. راه ماشي أي حاجة خاصها تخرج للناس. كاين فرق بين الفرحة البسيطة وبين تحويل العبادة لمشهد استعراضي. والمشكل ماشي غير في التصاور، المشكل أن هاد التصرفات كتخلق واحد الضغط على ناس اخرين. واحد ما قادرش يشري حولي كيشوف هاد المظاهر وكيحس بالنقص. واحد عايش بستر الله كيبدا يقارن راسو بالناس. واحد اخر كيولي همو كيفاش يبان اكتر من علاش دار الأضحية اصلا. الدين علمنا الإخلاص والبساطة وعدم التفاخر. ماشي كل عبادة خصها كاميرا، وماشي كل لحظة دينية خص الناس يصفقوا عليها. العيد ماشي مسابقة ديال التصاور، والأضحية ماشي ديكور السوشيال ميديا. العبادات قيمتها في النية ماشي في عدد المشاهدات. يمكن الإنسان يفرح طبيعي، ولكن خصنا نسولو راسنا مرة واش كنعيشو الشعيرة لله ولا كنعيشوها باش الناس يشوفونا؟ إخواني أخواتي، منين كتولي العبادة موجهة للكاميرا أكثر من القلب، فخاص الإنسان يراجع النية ديالو. من جهة أخرى إخواني أخواتي، كاين واحد التغيير بدا كيبان في المجتمع ديالنا وخصنا نهضروا عليه بصراحة. هاد الشاعرة ديال الأضحية اللي كانت زمان مرتبطة بالتقرب لله بالنية بالرحمة وبالفرحة، ولات عند بعض الناس مرتبطة بشحال من كيلو، شحال من ثمن، وشكون جاب الحولي. حتى ولاو بعض الناس كيشريو المظهر قبل ما يفكروا في الجوهر ديال هاد الشاعرة. الأصل في الأضحية ماشي هو التباهي. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني اللي كيوصل لله هو النية والتقوى، ماشي الحجم ولا الثمن. ولكن اليوم كاين اللي كيتسلف غير باش يبان، وكاين اللي كيدخل في منافسة مع الجيران والعائلة، وكاين اللي كيصور الحولي اكثر مما كيهتم بالمعنى ديال الشعيرة نفسها. هذا الضغط الاجتماعي ولا كيخنق بعض الأسر. ناس الدخل ديالهم محدود ومع ذلك كيحسوا بالإحراج إلا ما جابوش حولي كيشرف. وشاعرة الرحمة والسكينة ولات عند البعض موسم ديال المقارنة والتفاخر. والأخطر من هذا الشيء هو أنه بدينا نقيس قيمة الإنسان بداك الشيء اللي كيملك، ماشي بالأخلاق ديالو ولا بالنية ديالو. واحد عنده حولي كبير ولكن قلبه قاسح، واحد آخر ما قدرش يضحي ولكن نيته صافية وقلبه عامر بالإيمان. خصنا نرجعوا للمعنى الحقيقي. العيد فرحة، صلة رحم، تكافل، دعاء، ولمة عائلية، ماشي معرض ديال الأثمنة والصور والمظاهر. راه هاد الشعيرة الدينية إلا دخل هذاك التفاخر والتباهي كتفقد جزء من الروح ديالها. والإنسان العاقل هو اللي يحافظ على المعنى قبل المظهر. الأضحية عبادة
ماشي مسابقة. والتقوى ما كتبانش في الحجم ديال الحولي، كتبان في القلب. اللي فهم الشاعرة ما يحتاجش يثبتها للناس. تحياتي لكم وخليكم ديما واعيين.